يقول أحسن الله إليكم، الإخوان المسلمون يتسلطون على بعض البلدان المتجاورة الآن مثل مصر وتركيا، ولهم خير نسبي بمعنى أنهم أحسن من الحكام الحاليون، فما موقف أهل السنة تجاههم؟ هل ندعمهم أو نخالفهم؟ الإخوان المسلمون أي الحزب اللي يسمى بالإخوان المسلمين هو لا يعتني يقصد الدعوة لإخلاص العبادة لله جل وعلا، ولذلك لا حرج منهم أن يتعاونوا مع الرافضة الشيعة الاثني عشرية. كذلك لا يستنكرون على أحد استنكارا لما يجدوا منه شركيات، لأنهم يريدون أن تجتمع الكلمة للمسلمين على الإسلام، ويقولون في لسانهم الذي يتكرر عنهم نتفق على نعمل بما اتفقنا عليه، ويعذر كل طرف الطرف الثاني فيما يختلف فيه. ولهذا ليس من الخير أن تكون الحكومة في أي بلد لجماعة الإخوان المسلمين، لكن إذا استقلوا وتولوا وأقاموا ما يتفق مع أغلب الناس الدين وخالفوهم في أشياء، قد يكون في بعض الأحوال خير هم من يدعو إلى الشرك الأكبر. فلو فرض أن الإخوان المسلمين جاهدوا حزب بشار الأسد، ومعروف أن بشار الأسد حزبه على المذهب الباطني، مذهب الدولة الفاطمية الذي مثله من حيث الجملة بهرة الهند، إنهم يتفقون على المذهب الباطني، وهناك من بهرة الهند يزودون بعض الفرق التي تتفق على المذهب الباطني. ولهذا فإن الأخوان المسلمين لا يهتمون بالعقيدة، ولهذا في مصر مثلا وهم تأسسوا فيها ما كانوا يستنكرون على من يعظم البدوي في المسجد البدوي، ولا من يدعو الحسين في مسجد الحسين بالقاهرة أيضا، ولا يتعرضون ولا يخالفون ويعارضون الشيوخ الصوفية الذين يقول أمرهم إلى وحدة الوجود كما كان عليه ابن عربي الأندلسي الذي ومات في الشام. فهم ليسوا أهل عقيدة، ولذلك الذي ينبغي أن ينصر بقدر الإمكان من كانت دعوته دعوة إخلاص العبادة لله جل وعلا.